مسكوه وحطوه بالسجن. الشاب اللي أنزل العلم السوري أثناء الاحتفالات بعيد نيروز في المحافظات السورية. طبعا هذا المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، وتم التصريح من قبل الصفحات الإعلامية والقنوات على بعض المنصات الموثقة أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل الدولة السورية ووضعه بالسجن. مثل ما شايفين هو لابس هاي البدلة الصفراء تبع المساجين. طبعا هذا المتداول على منصات التواصل الاجتماعي. نحب نوضح لكم لحد الآن ما في أي تأكيد رسمي من قبل تلفزيون سوريا بهذا الشيء، أنه تم إلقاء القبض عليه ونشر صور موثقة أنه هو الفاعل تم وضعه بالسجن. طبعا هاي الصور اللي أمامكم مثل ما شايفين، هذول 3 صور كلها مولدة بالذكاء الاصطناعي. هاي الصورة للشاب على أساس أنه هو داخل السجن، لكن مثل ما شايفين الصورة هاي والصورة هاي والصورة هاي كلها نفس السيستم، نفس التصميم، مولدة من قبل الذكاء الاصطناعي، وتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي من أجل أنه يوضحون للناس أنه تم إلقاء القبض على هذا الفاعل. واللهم يبت الأمن والأمان في جميع سوريا، وإن شاء الله تصبح كلها آمنة مؤمنة. ما بدنا تحريض، ما بدنا فتنة، ما بدنا أي طائفة، نحن بدنا نعيش بأمن وأمان وبسلام لحتى نعوض ال14 عام يلي عشناها بدمار، بتهجير، بغربة، بكل شيء سواه فينا النظام البائد. ما بدنا نرجع نكرر هاي الأحداث من جديد مع طوائف ثانية، أو تصير فتن كبيرة بسبب أشخاص مندسين مدفوع لهم مصاري كرمال ينزلون العلم السوري، كرمال يسببون فتنة وطائفة بين الشعب السوري. أريد من الكل يكتب لي رأيه بالتعليقات بخصوص هذا الشخص الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبي الله ونعم الوكيل عليه، اللي نزل العلم أثناء الاحتفالات تبع عيد نيروز، اللي راح كرمال هذا العلم مئات الآلاف وملايين الناس يلي تهجرت. شاركوا آراءكم بالتعليقات.